الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من المركب الرياضي محمد الخامس الذي يحتضن قمه الجوله الثامنه من الدوري الاحترافي انوي، اللقاء الذي يجمع بين فريقي الرجاء الرياضي البيضاوي الذي يستقبل فريق الفتح الرباطي. الرجاء سيبحث عن الفوز لتقليص الفارق عن المتصدر فريق الجيش الملكي الى نقطه واحده، في الوقت فريق الفتح الرباطي الفوز سيحمل للمقدمه الى جانب حامل اللقب فريق الجيش الملكي، وبالتالي هي مواجهه تحمل في طياتها كل الوان الاثاره والتشويق، وان كانت ستدور امام مدرجات فارغه تنفيذا لقرار اللجنه التاديبيه التابعه للعصبه الاحترافيه لكره القدم. فريق الرجاء الرياضي البيضاوي صاحب الرتبه السابعه 13 نقطه، اكتفى بالتعادل خلال الجوله الماضيه امام فريق اولمبيك اسفي بجوج الاهداف لمثلهما في اللقاء اللي دار بالملعب الكبير بمراكش، وكان هو التعادل الرابع هذا الموسم. زيد تمريره داخل منطقه الجزاء، ولكن تدخل لاعب عند لاعب المهدي قرناص داخل منطقه الجزاء، قرناص سديده تدخل فريق الرجاء وحمد بولكسوت. هذه فرصه يسري بوسوق رفع الكره، فرصه الهدف، هدف اول، هذا من نفاتي في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء في حدود الدقيقه الثالثه، تمريره ممتازه من الجهه اليمنى، وفريق الرجاء اذا ينجح في توقيع الهدف الاول. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال لاعبي فريق الرجاء. اذا ادم النفاتي يضع الكره في الشباك بعد تمريره من يسري بوزوق على مستوى الجهه اليمنى. لاحظوا رده الفعل ديال جوزيف زيمباور، بدايه قويه، بدايه مهمه، هدف كنقول بانه من الاهداف اللي تنزل اللاعب صابر بوغري على مستوى الجهه اليمنى. تمريره من يسري بوزوق، هذه فرصه تدخل افريقيا، فرصه لفائده فريق الفتح الرباطي ممتازه داخل منطقه الجزاء، فرصه تدخل، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا، والحكم يعلن على هذه فرصه. تمريره داخل منطقه الجزاء، تدخل، ولاحظوا المتابعه اخي البحري لاعب فريق الوداد وسنغالي بادجي ومحسن بوريكا لاعب فريق المغرب الفاسي. تسديد ايوب لناح مره اخرى لجيمس مونداي، ترفعت الكره، فرصه مشات فوق المرمى، محاوله للنيجيري جيمس مونداي اجاكو اللي يبحث على مفتاش كره. هذه فرصه يسري بوزوق بحث على اللاعب هاشم دومينغو، تدخل وابعاد الكره لتنفيذ هذه الزاويه. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه، دائما الخطوره، والحكم كاين الخطا، الحكم يعلن الخطا لفائده فريق الفتح الرباطي. ادم النفاتي مسجل وادم النفاتي، ولكن كان تدخل ديال بلال ودغيري، هناك اصطدام، الحكم كاين الخطا لفائده فريق جيمس مونداي. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، البحث على الراسيه ديال المهدي الباسل وانس زنيتي. يسري بوزوق لعب كره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده فريق لعب هاشم دومينغو ممتازه، فرصه للرجاء، فرصه بولكسوت، مراوغه اخرى يبحث على امكانيه التسديد. يسري بوزوق يسدد، وتدخل الدفاع دائما لفائده فريق الرجاء. تموت المحاوله لفائده فريق الرجاء، تسديده البحث على القائمه الثانيه، ولكن الكره كانت بعيده القرب من منطقه الجزاء. لعبت كره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده فريق الرجاء وتدخل. تابعوا من جديد سقوط روجر اولو، دائما فرصه لفتح الرباطي، تسديده ومرات جانبا، تسديده ممتازه مرات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس بالراس من طرف جيمس مونداي. بولكسوت يتدخل، اجاكو يستعد للتنفيذ، لعبت كره دائريه الراسيه من امين عزري، دائما الخطوره، تدخل وابعاد الكره للزاويه، زاويه لفائده سرعه ادم النفاتي، انطلاقه ادم النفاتي، تدخل، ولكن دائما ادم النفاتي، فرصه وابعاد الكره، محاوله لفائده فريق الرجاء. كان فريق الرجاء يوسف بالعمري يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل ايوب القاسمي، سوت لهاشم دومينغو، كره خارج ارضيه الملعب، هاشم دومينغو، خروج الحارس ايمن ماجد بالراس، دائما محاوله يسري بوزوق، فتح الرباطي مهدي قرناص، رفع الكره، انس زنيتي يتدخل، فرصه كانت المطالبه بلمسه يد وضربه جزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. كانت محاوله شكلت خطوره واضحه على دفاع ولا مرمى فريق الرجاء. حمزه النوري، تدخل صباح الان مرتد، تدخل، وحكم كاين الخطا وانذار للعبيد المهدي الباسل. اذا انذار ممتازه عند روجر اولو. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، تسديده وفرصه الهدف تضيع. روجر اولو ممتازه، المراوغه، الدخول داخل منطقه الجزاء، يسدد، الكره مشات فوق راسه، الكره هاشم دومينغو، هذه فرصه بين فريق الرجاء عند اللاعب صابر بوغرين، ادم النفاتي، يسري بوزوق، وتدخل وابعاد الكره. لاحظوا التدخل ديال اللاعب مهدي قرناص
كانت فرصه ومحاوله عن جيمس مونداي يسدد فرصه تدخل الحارس انس زنيتي ممتازه من طرف نيجيري جيمس مونداي اجاكو اللي سدد بكل قوه دائما الخطوره، ومره اخرى الحارس انس زنيتي في المكان المناسب. فرصه ومحاوله لفائده فريق الفتح الرباطي بواسطه جيمس مونداي. منتظر محاولة تسجيل منتظر أهداف خلال هذا الفتح الرباطي. ترفعت الكرة ولكن الكرة انطلاقة، ولكن الأقرب لإسماعيل مقدم. إسماعيل مقدم لأيوب نناح رفع الكرة ولكن الكرة بعيدة خارج أرضية الملعب، ما كانش بشكل جيد من أيوب نناح. طلب الكرة لمهدي الباسل داخل منطقة جزاء أيوب نناح، فرصة ومرت جانبا. فرصة الهدف لفائدة الفتح الرباطي. ايوب نناح لاسماعيل مقدم دائما. عزري رفع الكره، اسماعيل اللاعب هاشم دومينغو، فرصه تدخل عبد الله خفيفي دائما تنفيذ هذه الكره الثابته. جيمس مونداي تلعبات الكره ارضيه سهله عند الحارس، كمرر عند اللاعب محمد زريده. فرصه لفائده فريق الرجاء، تدخل وابعاد الكره للزاويه. كانت محاوله شكلت خطوره واضحه. كل مدرب يسعى لاضافه أيوب نناح شو يعمل. أيوب نناح رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة ومرت جانبا. الكل اعتقد بأن الكرة في الشباك بواسطة اللاعب أمين عزري يسدد الكرة مرات جيدة. محمد زريد على المستوى الجهة اليمنى، فرصة لفائدة فريق الرجاء، تسديدة فرصة آدم النفاتي، تسديدة قوية تعانق شباك الحارس أيمن ماجد. هدف ولا أجمل ولا أروع لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. زريدة وضع الكرة أمام لاعب آدم النفاتي الذي يتمكن من تسجيل وتوقيع ثنائية في هذا اللقاء. آدم النفاتي تسديدة قوية، كرة تعانق شباك الحارس، وهذا هو الهدف الثالث لآدم النفاتي خلال هذا الموسم مع فريق الرجاء. سنتابع الخطا لفائده فريق الفتح الرباطي. لعبت كره دائريه، خروج حارس انس. فرصه لفائده فريق الرجاء، هاشم دومينغو شاد يعمل. هاشم دومينغو حاول يمرر في اتجاه مهدي مبارك، الحكم المساعد رفع. محاوله اخرى لفائده فريق الفتح الرباطي، تسديده ولكن مشات بعيده وسط اللعيبه. رفعت كره مهدي الباسل داخل منطقه الجزاء الراسيه، فرصه تدخل الحارس انس ديجي. كانت الراسيه ديال